ازيكم يا ولاد؟ صباح الخير. صباح الخير يا بابا، عامل ايه؟ الحمد لله تمام. انتوا جاهزين النهارده اسعد يوم للشعب المصري، كله بيقول حاحة. ليه بقى؟ عشان النهارده شم النسيم. هو يا بابا شم النسيم ده عبارة عن ايه اصلا؟ بصوا بقى، شم النسيم ده شوية تليط والناس بتقعد تاكل شرابات معفنة ومليانة ريحة، اللي هو الوحش اللي لسه منزلش على الترابيزة لغاية دلوقتي، الفسيخ. طب يا بابا، طب ما احنا برضو بنطلع ريحة. مالكمش دعوه بقى، ما تخنقونيش. ريحه مش ريحه، احنا اخرك واحده تشيكلتس كولوريتس ترايدنت والموضوع انتهى خلاص، وتقدر تبوس وتحضن عادي. انما بعد كده لا، الفسيخ بيلبد ما بيطلعش. اهم حاجه انتوا عاملين ايه؟ جيتوا من عند الحلاق؟ ايوه يا بابا، جينا من عند الحلاق اهو. بص احنا حالقين ازاي. يالا ده يالا ده يالا، انا مش قلت لك يالا تحلق شعرك؟ يالا انت عامل لي فيها تامر حسني، الله يخرب بيت سنينك. يا بابا بص بقى، انا يعني حتى انا بص قاعد لوحدي ازاي، انا عايز اعمل قصه وانت مش واخد بالك مني خالص، عايز اقلدك، عايز اطلع زيك. قلت لك مليون مره انا راجل كبير ومحدش هيجي جنبي اصلا، ما تبقاش حمار بقى. بص بقى يا بابا، بقول لك ايه، ما تطلعش عين امي خلاص بقى، ما تبقاش انت امك خلاص حطوا عليها في شم النسيم اللي فات وخدوها، ما تبقاش بقى رخم. وانا راجل كبير مهما حصل ما حدش يعمل لي حاجه، انا عندي شعر، قلت لك الشعر ده بيعمل حموضه. بقول لك ايه، فكك بقى، انتوا عاملين ايه؟ الحمد لله تمام. بص، اول ما انكل فجله يخلص الزباين اللي عنده تروح تاخد شعرك على طول عشان الناس تعرف تاكل، ما تبقاش حيوان بقى وما تقرفنيش بقى. طيب يا بابا ما تخنقنيش. ايه بتبرطم بتقول ايه؟ مش كفايه ان انا من الصبح شامم ريحه معفنه من ساعه ما قلعوني من الارض وجابوني هنا؟ هتاري الفسيخ. بابا يعني ايه فسيخ؟ الفسيخ ده هو حاجه معفنه قوي 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 والناس بتحبها قوي قوي، ما تسالنيش ليه. وخلاص بقى، وخلينا بقى ايه اليوم ده يعدي على خير وجهزوا نفسيكوا بقى، وانت ما تنساش تحلق يا. حاضر يا بابا خلاص. ماشي، ايوه كده. مالكوا في ايه على الصبح كده؟ مش عارف يا بابا، احنا خايفين. خايفين من ايه؟ خايفين من انكل الفسيخ اللي جاي ده. في ناس بتقول له هو بيعض وبتاع وكده، احنا خايفين والله. ما قلنا ما تخافوش بقى خلاص، انتوا مش حالقين وجاهزين خلاص. والنبي يا فجل يا اخويا، الواد التافه ابني دوت هيجي عشان تحلق له، ماشي؟ مفيش اي مشكله يا معلم، هتقولي انت بس ومالكش دعوه خالص. انا قلت كده برضو، خلص بس الزباين اللي عندك دول، واول لما الواد هيجيلك قشطه على طول عشان مطلع عين امي. يا بابا بص، طب ممكن انا انزل الدرج بتاع التلاجة النهارده؟ مش لازم يعني النهارده، ابوس ايدك. ولا جراءه شجاعه، احنا الفجل. ها، جراءه شجاعه، احنا الفجل. احنا يا حلوين، احنا يا حلوين، احنا يا حلوين، احنا يا حلوين. يا ولد الدوشه اللي انتوا عاملينها دي بس يا ابني انت وهو. اصل احنا حالقين يا بابا وفرحانين. ولا بقول لك ايه، فكك. بابا عايز اسالك سؤال. اتنيل. بص، في ازازه حمرا هناك دي ايه دي؟ بص يا حبيب قلبي، ده كاتشب بتاع الهمبرجر والحاجات دي، محطوط غلط وش، اكيد مش هيحطوا كاتشب على الفسيخ، مش ناقصه هي ايه تربنه. بص بقى، ده بتاع العيال السيس، هم هيشيلوه دلوقتي حالا. فكك انت، خليك معايا بس واستنى انكل فجر لغايه لما يخلص عشان تروح تحلق، عشان الناس زمانها جايه. ماشي ماشي يا بابا. بس في سمك واقف هناك كده يا بابا، ايه ده؟ احنا الرنجة. عارف يعني ايه رنجة؟ ولا اقول لك؟ الرنجة يا اخويا يعني سمكة جسمها طري، يعني تتاكل كده وتتبلع على طول، ما يحصلش فيها اي حاجة، واللي ياكلها يقعد يقول مش خمسة مواد يا بت بتاعت تيفا عبده يا بت. لا مش دي. خمسة مواد ايه دي اللي هي بتاعت اللي هي الناس وهي بتاكل كده تقعد تعمل اصوات ببقها كده والحاجات المقرفة دي، ايوه. انما الفسيخ ما تفهمش ده بوري ولا حاطينه في انهي طرنش ده ولا ايه، ما تفهمش. احنا صعبنا ايه؟ الحاج عيش، الحاج عيش هيتفشخ النهارده. هيخش في كل حاجه، هيخش في كل حاجه والله. يا بت ارحمينا بقى، ارحمينا من خيلة الكدابه اللي انت فيها دي. الفسيخ كده كده هينزل وانا اللي هتلبي فيه لانه بيتحط فيا. والله احنا معاك، احنا معاك ومش هنسيبك والله يا عيش. اصيل اصيل والله، ابوك عارف يا ربيكوا. اي خدمه يا حماده، وبص اي حاجه قولها لي. ياد ما تروح تحلق يا بابا مش هحلق، انا قلت لك مش هحلق. يا دي النيله، على النعمه لا خلي الفسيخه تاكلك لغايه ما تبهدلك. ماشي، خلي بالكم الفسيخ نازل، الفسيخ نازل، يا نهار اسود والناي، خلي بالك يلا، خلي بالك الفسيخ جه، يا نهار اسود الحياه، الفسيخ جه خلاص.